السلام عليكم. أول ذلك الفيديو نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد. مثل ما تشوفون حبايبي، اليوم سويت لكم كيكة بالكاكاو عسرونية كلش طيبة. بس في البداية لا تنسوني باللايك والشير وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد مني. هسه نشوف المقادير. عندي كوب شكر ونص كوب حليب بودرة وكوبين طحين صفر وبيكنج باودر فانيليا وتقريبا 3/4 كوب كاكاو وبيضة واحدة ورشة ملح ونص كوب زيت. وهنا عندي القالب الفافون اللي أنا استعمله، حاطة بيه شوية زيت وطحين. طبعا دائما يسألوني يقولوا لي ليش الكيكة تهبط. أنا استعمل عندي بس هذا القالب تنجح بيه الكيكة تبقى مرتفعة، وطبعا يعتمد على حرارة الفرن. وهنا عندي هسه هذه اللي راح أشتغل بيها. طبعا أنا مشغلة الفرن إلى أن أكمل الوجبة الأولى، يعني أسوي الشكر والبيض والهذي والزيت، وقبل ما أحط البيكنج باودر يلا أشغل الفرن من جوا، ما شغله من فوق وما فتحه إلا ورا تقريبا ربع ساعة. ومقدار هذا الكوب عندي، أي قدح عندكم جلاس مال شاي، أي قدح تحتاجوا تستعملوه هو نفس المقادير تعتمدون عليه. وهنا حبايبي هسه راح نبدي. عندي طبعا هنا نسيت اقول لكم بالمقادير: ملعقة طعام خل ابيض اللي هو بدال محسن الكيك، وهمينه يوخر الزفرة مع البيض، راح استعملها ويا المقادير. طبعا البيضة تكون بحرارة المطبخ، تعطي مفعول احسن، لا من الثلاجة يعني رأسا، طلعوها قبل وقت. ورشة الملح، وعندي هنا نص كوب الزيت. اخلطه كل زين الى ان يصير لونه شوية تقريبا فاتح على ابيض. اذا عندكم يعني مضرب كهربائي تكون اسرع واحسن، وانا عندي بس يعني احب استعمل بايدي احسن من الكهربائي. هسه عندي الشكر. طبعا الشكر كوب واحد او 3/4 كوب اذا ما تحبون الحلا زايد. اذا الكاكاو بيه يعني بيه حلا قللوا السكر، اذا ما بيه يعني خام اسمر يعني كلش فينطقون مرارة، فشوية زيدوا الشكر. باعوا الكريمة شلون تصير بهالشكل هذا، شوية تكون بخفية وبسرعة يعطيكم هاللون هذا الحلو المتجانس. هنا عندي الطحين، طبعا منخول، طحين ابيض منخول. وعندي الحليب البودرة. اذا ما تستعملون حليب بودرة استعملوا الحليب السائل مكان المي، واضيف بس الفانيليا. واذا تستعملون الحليب السائل لازم يكون دافي، عامل تخربط عندكم المقادير وتخرب عندكم الكيكة. الاشياء الدافية تستعملوها بالكيكة تكون الطريقة احسن، تقوم تعطيكم النتيجة احسن. هنا عندي هذا المي استعملته مكان الحليب السائل لان عندي حليب بودرة. راح اخلطه كل زين الى ان تنجانس عندي المواد. طبعا انا لحد الان ما حاطه بيكنج باودر او اي مادة رافعة تستعملوها. بالاخير يلا احطها على مود لا يعني تفقد الرفعة مالتها. هسه راح اخلي الخل، نسيت اخليه بالبداية. ملعقة طعام واحدة كلش كافية. ارجع اخلطها همين كل زين. وهنا طبعا محضرة الكاكاو حطيته بكاسة اكبر، عمود اضيف عليها المقدار من الكيك. هسه راح اخلي البيكنج باودر، يا اما تخلون بيكنج باودر وشوية من الصودة بيكربونات الصودة، او تخلون 2 بيكنج باودر، اثنيناتن مفعول واحد. راح اخلطه هسه كل زين. طبعا بهالمرحلة انا شغلت الفرن من الاسفل فقط، يسخن عندي، ما هذا كلش حرارة عالية بس المهم يسخن. راح اضيف مقدار من الكيك على الكاكاو بهالطريقة هذه، وراح اخلطها. طبعا حتشوفوها ثخينة
فضيفوا لها قليل من الحليب أو المي إلى أن يكون عندي العجينة بهالشكل هذا. هسه كملنا، راح نحضر القالب، جبناه، راح نضيف كمية من الأبيض وكمية من الكاكاو إلى أن نكمل المقدار كله. وإذا تحبون تستعملون غير قالب الدائري بدون هاي يعني من النص يكون مفتوح، تكون مثل شبكة العنكبوت يصحولها حتصير. بس أنا هالمرة ردت أسوي بهالطريقة هذه. حبايبي انتو اي قالب عندكم، اي طريقة تحبون تسووها، يعني ترى ماكو قانون بالمطبخ، دائما اقول هاي السالفة يعني. المهم المقادير مضبوطة، ودرجة حرارة الفرن والمادة الرافعة، والمواد اللي تستعملوها تكون دافية بحرارة المطبخ. ترتفع عندكم الكيكة، يعني مو إلا 5 بيضات وأعزل البياض عن الصفار، يعني شوية تعقيدات يعني يسووها. أنا دا أجرب شغلي دا يطلع مضبوط مثل اللي هم يسووه، وأطيب وأحسن أنا أشوفها. أنا ما داعب بيهم، بس يعني أكو عالم ما عادها يعني تجيب 5 بيضات و6 بيضات شو اسمه تعزل وتسوي، وهاي الشغلة يعني صعبة. فهسه مثل ما تشوفون ادق هالدقات هذه على مود اطلع الهواء اللي بيها، وورا ما طلعتها من الفرن شوفوا ما شاء الله شلون مرتفعة وحلوة. بس انتظرها تبرد، ما اطلعها نهائيا من القالب. وما تدقوها بالفرن ورا ما تطفون الفرن، لان تهبط. من تطفون الفرن اسهل تطلعوها وتخلوها شوية تبرد وبعدين تطلعوها. وهنا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم طلعتها من القالب، شوفوا شلون لمعة والارتفاع حلو وهشة وفشفاشية على قولتنا احنا. باعوا شلونها تخبل. بسم الله الرحمن الرحيم. جربوا الطريقة مالتي والله كلش ناجحة، والطحين يكون ابيض ومنخول يعطيكم النتيجة، والبيكنج باودر يكون جديد لا يعني يصير بيه رطوبة. باعوها ما شاء الله سمكها وشكلها والهشاشة مالتها وطعمها ولا أروع من هيك بعد. يعني واحد شريد شغل ايد ومواد كلش بسيطة وما مكلفة اي شي. شوفوها شلونها اسفنجية كلش حلوة وطعمها كلش طيب. اجرب اقصها قدامكم بهالشكل هذا متماسكة كلش مضبوطة. شنو رأيكم حبايبي؟ هاي الكيكة بيضة وحدة، مقادير كلش بسيطة، وهاي النتيجة. سهمنا وسهمكم ألف عافية. وهاي حبايبي نهاية الفيديو، لا تنسوني بالشير واللايك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل شي جديد مني. مع السلامة.